من تفتحين كاميرا ويا حبيبك سادة باب الغرفة وأهلك نايمين عبالك ما حد يدري. بالحقيقة موظفين شركة الإنترنت دا يشوفوكم أونلاين. هذا الفيديو اللي نشرته سابقا أني، وهواي ناس علقت وقالت كلامك مو صحيح، وناس غلطت. اللي غلطوا وهاي أخلاقهم. أما الناس اللي قالوا كلامك مو صحيح فلنفرض كلامي مو صحيح، رغم أنه أنا مقتنع بهذا الشيء، بس قولوا كلامي مو صحيح. خليني أسألكم سؤال، إيش كم بنية عمرها 13 14 سنة جاهلة يعني، زين تحب لها واحد طايح حظ يضحك عليها يفتح كاميرا وياها ويطلب منها شغلات دنيئة، خلينا نقول زين، شافت الفيديو مالي وخافت على نفسها وخافت من الفضيحة وامتنعت أن تفتح كاميرا، زين يعني برأيكم كم وحدة؟ الفيديو واصل 6 مليون مشاهدة. إذا 1000 بنية شافت هذا الفيديو وامتنعت فهذا شيء إيجابي وفخر إلي، أحسن من الناس اللي بس فالحة تسقط بالعالم، فالحين يدعمون إنه المرأة تطلع. على الأقل ما طلعت قلت إذا زوجك يخونك خوني، وما قلت اطلعي بدون ما يدري رجلك، وما قلت اضر بكلام أبوك عرض الحائط، ما قلت إذا تحبين شخص انهزمي وياه، وما طلعت وقلت حبي لك 4 أو 5 حتى إذا هذا يعوفك تحبين يحبك الثاني أو عندك احتياط أو فد شيء. ما طلعت روجت لهاي الشغلات الطايح حظها اللي هواية من المشاهير للأسف إنهم مشاهير زين يدعمون هاي الشغلات ويروجوا لها، زين شغلات تأثر على البنات، تأثر على الأطفال، تأثر على كل الفئات العمرية، زين ما طلعت وتحدثت بهيك شغلات، ما تحدثت غير بشغلات يعني كلش تخص المجتمع وكلش مهمة للناس وكلش مهمة خصوصا للعوائل. زين اتفاجئ انه تجي ناس مع الاسف طايح حظها تغلط وتتجاوز. هذا الشيء راح يزيدني عزيمة انه اكمل مشواري وبس. هاي